قالت لها انا مش طايقاها ولا حباها. انا طول عمري ان انا كنت حامل فيها كانوا بيقولوا لي فيكي واد، فجاه لقوا اني فيكي بنت، انت باين عليك مش بنتي. انا ساعات بقول لها والله يا امي انت لو طلعتي مش امي، لو عملتي تحاليل وقلت ان انت مش امي، انا والله العظيم هفرق ضرس على الناس كلها ان انت مش امي، وهشكرك ان انت ربيتيني. ودلوقتي معانا تليفون ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذه مروه، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي انا بحبك جدا والله. يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب، ربنا يكرمك. يا رب يخليكي. والله انا بقالي كتير نفسي اكلمك واحكي لك على مشكلتي، انا مش عارفه اعمل ايه. قولي لي يا حبيبتي، انا معاكي. تحبي تقولي اسمك؟ لا مش عايزه اقول. طيب قولي لي ايه مشكلتك. انا دلوقتي انا بنت على 4 صبيان. جميل. انا متجوزه ومعايا ولد، بس انا طول عمري بود اهلي شغاله وانا عيله وانا عندي 9 سنين. مم. وطول عمري بود اهلي. امي مش حباني ليه مش عارفه، ودايما اقول لها معلش ياما طب عامليني زيهم، ما بترضاش تعملني زيهم، بتفرق ما بيني وما بينهم. احنا عندنا في العادات ان الواحده بيجي لها موسم وكده، في المواسم. امي ما بتجيليش خالص. انا ابني عنده 4 سنين، امي ما دخلتش بيتي من ساعتها. هما جوزوكي وخلاص؟ انا اللي اتجوزت نفسي. اتجوزتي وانت عندك كام سنة؟ وانا عندي 18. مم. انا دلوقتي بقى لي 5 سنين متجوزه. ومش والسبب اللي هي واخدة منك موقف قوي كده، عمرك ما اتكلمتي معاها؟ واخده مني موقف مش عارفه ليه. حتى اخواتها قالوا لها انت ليه عندك البت كده والصبيان بتعاملوهم معامله كويسه، اشمعنى البنات؟ قالت لها انا مش طايقاها ولا حباها. انا طول عمري ان انا كنت حامل فيها كانوا بيقولوا لي فيكي واد، فجاه لقوا اني فيكي بنت، انت باين عليك مش بنتي. تقولي لي كده. اقرب الايام اخر مره بقول انت لها. اخر واحده في اخواتك؟ لا انا تاني واحده على طول بعد الكبير. ده انا الكبيره يعتبر، فوقيه على طول الراجل بس، والتحتيه الرجاله التانيين. ومحدش بيجيلي فيهم خالص. مطلوب بس مني ان انا احن عليهم، لكن هم ما يحنوش عليا. بتحني عليهم ازاي بقى؟ احن عليهم ان انا شغاله وان انا لازم اروح اسال عليهم واديهم فلوس. غير كده احنا ما نعرفكيش. غير كده ما بيجولكيش ولا بيودوكي ولا يكلموكي في تليفون ولا يقولوا لك يا اختي ناقصك ايه، ولا يطبطبوا عليكي؟ مش عايزه اي حاجه منهم، بس انا عايزه بس المحنه. انا مش محتاجه منهم اي حاجه. ولو اختلفتي مع جوزك وده وارد طبعا، مين اللي بيقف لك؟ انا جوزي ده ما فيش زيه، ده نعمه من عند ربنا. جوزي ده لحد دلوقتي بيقول لي برضك تروحي وتوديهم عشان صله الرحم. ربنا يبارك لك فيه يا رب، ربنا يبارك لك فيه. انا مش عارفه اعمل ايه. اقرب الايام من قيمه اسبوعين اتخانقت معايا وقالت لي انت مش بنت وهتفضلي مش بنت لحد ما اموت. قلت لها هو انت هتفضلي ام لحد ما انا اموت؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، حلوه مش عارفه اعمل ايه معاها. انا عندها صغيرين، يعني عندها من سن ابني. تبقى مثلا قاعده كده مع عيالها وتدي للعيال شيبس وحاجات وتجيب لهم حاجات، وابني يبقى واقف يقول لها يا تيتا هاتيلي، تقول له معيش فلوس. وطبعا ده الطبيعه هناك. طب باباكي موجود ولا لا؟ بابايا موجود بس كأني مش موجود. ملوش اي دور برضو؟ ما بيقولهاش حرام عليكي ما دي برضو بنتنا؟ لا نهائي. نهائي ما بيقولش كده نهائي. هو عليه ان هو ناشف شويه في المصاريف، فانت بقى بتحاولي ان انت تدبري له حاله، وما بتخلوش ولا يشيل مسؤوليه بنته، ولا يشيل مصاريفها، ولا يشيل ان هي والده، ولا يشيل ان هي عندها اي حاجه. ما فيش اي حاجه. ما حدش بيدخل عليكي منهم، ولا اخواتك ولا هم؟ بقول لك والله العظيم 3 من ساعه ما ولدت. انا بيجي عليا اوقات بفضل ابكي طول الليل منهم ومنها هي بالذات. انا ساعات بقول لها والله يا امي انت لو طلعتي مش امي، لو عملتي تحاليل وقلت ان انت مش امي، انا والله العظيم هفرق ضرس على الناس كلها ان انت مش امي، وهشكرك ان انت ربيتيني. من كتر ما هي بتعاملك بجفاء وقسوه جد. انا اخواتها بيقولوا لها انا مش عارفه اللي بتعملي لي كده معاها، دي احن واحده عندك من عيالك، اشمعنى تعملي معاها كده؟ واكيد اخواتها عندهم بنات. اخواتها عندهم بنات، وعارفه بيقولوا لي ايه؟ بيقولوا لي معلش ده كلهم يعني عندي واحده خاله ليا هي اكبر مني، عندها حوالي 35 سنه. بتقول لي انا كان نفسي اخدك وانت صغيره كده وانت متشحططه وانت عندك 9 سنين، كان نفسي اخدك واربيك عندي، بس هي اللي ما رضيتش. هي قالت لي لا، هي بتعمل بلقمتها. انا كنت قاعده ببيت ابويا، كانوا عازليني كده لوحدي بعيد عن اخواتي في اوضه.
في اوضه، واروح من شغلي امي روقي واعملي واعملي واعملي، واروح امتى؟ اروح الساعه 12 بالليل من شغلي، كنت عيله يعني كنت بتشتغلي وكمان تدخلي البيت تقعدي تنظفيه وتعملي كل حاجه فيه؟ اكيد. هي ما كانتش تعمل اي حاجه، هي اللي كرهاني ليه؟ علشان انا خاطر ان هي عايزاني بعد ما اتجوز اروح واقضيها. طب انا هقضيها ولا اقضي نفسي ولا اقضي حماتي؟ يعني هي شايفه ان انت كمان لازم تيجي تخدميها. اجي اخدمها. معلش، هو ابتلاء، ومين في الدنيا ما مش مبتلي؟ ابتلاء شديد على لما يكون الاهل. بس ربنا عوضك بابن حلال صالح، راجل في ظهرك وسندك، واكيد ربنا دايما يمكن بياخد مننا حاجه بس بيدينا انا قصادها. فكرت كذا مره وعرضت على خالتي ان انا اكلمك، وقلت لها انا هكلم مدام مروه، قالت لي هيتخانقوا معاك لان هم متابعينك كلهم. قلت لهم انا عايزاهم يتابعوني، تعرف ان انا برضو بحبها. يا رب يا رب تكون بتسمعني، يا رب تكون بتسمعني، ويا رب اكون سبب النهارده بعد ما كلمتيني ان حياتك تختلف، وان هي تبقى هي كمان بره بيكي. لان مش دايما احنا دايما بنتكلم عن حقوق الاب والام على اولادهم، لكن ما بنقولش ابدا قد ايه برضو الولاد ليهم حقوق على اهاليهم. انا جدتي عايشه ولحد دلوقتي بتبرها وبتروح لبنتها، بقول لها انت مش بتشوفي امك بتروح لك، اشمعنى انا؟ ما انت امك بتروح لك، امك ست كبيره ومعاها، يعني انا ستي معاها. لكن هي ما بتحبش البنات عموما، يعني هي في فكره اتربت في طبقه صعيديه، فهي عايزه اولاده بس. يعني لو كنت ولد لا عندها بنت صغيره، عندها بنت صغيره. ليكي اخت صغيره؟ عندها، وبصي بتعشقها وبتجيب لها كل اللي هي تتمناه، وما طلعتهاش تشتغل ولا شقتها، وانا مبسوطه ان انا مش عايزه اختي تتمرمط، بس عايزه برضك منك حنيه. انا ما عشتش طفولتي، بقول لها انا نفسي اعيش طفولتي. لكن من فضل ربنا وكرمه عليكي ان رزقك بزوج صالح ما بيخليكيش تشتكي، بالعكس ده بيعينك على بر اهلك، فربنا يبارك لك فيه. حافظي عليه قوي وامسكي فيه قوي بايديكي واسنانك واسمعيني. بالنسبه لامك بقى، يعني انا مش عارفه، في 100,000 علامه استفهام و100 سؤال جاي في دماغي. عندك ولاد كتير قوي ودي من ضمنهم، اشمعنى الجفاء والقساوه بالطريقه دي؟ ليه بتعمليها؟ ليه مخلياها لدرجه انها حاسه قد ايه بالمشكله وطلعت تتكلم فيها؟ كون انها تطلع تتكلم وتبحث على رقم تليفون في برنامج عشان تطلع تقول، ده معناه ان هي شايله كتير قوي، شايله ومش لاقي حد يسمعها، ومش لاقي حد يشيل عنها، مش لاقي ايد تطبطب عليها. بتقولي لو جوزي في يوم من الايام لا قدر الله طلع وحش، وده يا رب ما نتمنهوش يا رب، وباذن الله يفضل زي ما هو، هشتكي لمين؟ ده انا ابني ما يعرفش اخواله، ابنها ما يعرفش اخواله، بيقول لجدته يا خالتي من كتر ما هي قاسيه عليه. ليه؟ هي الدنيا مستاهله ولا فيها ايه يستحق ان احنا نيجي على بعض قوي كده ونيجي على اللي مننا؟ دي حته منك بنتك، انا من اي كلام هقوله هيبقى اضعف كتير قوي من اللي المفروض يكون. انا هحنن قلبك على حته منك، انا هكون سبب في ان انت اقولك خليكي حنينه على بنتك وبريها وروحي لها بيتها وشرفيها قدام جوزها، وخلي اخواتها الصبيان تقولي لهم ده اختكم اللي شقت وتعبت من وهي 9 سنين، ادخلوا وبروها، ادخلوا وشرفوها قدام جوزها. انا اللي هقولك ده مفروض ده كان من نفسك تكوني عارفاه وبتعمليه وبتنفذيه، لان كفايه ان ربنا رزقك ببنت بتبرك رغم معاملتك السيئه ليها، ورغم اللي كل اللي حواليكي شايف معاملتك السيئه، ورغم ذلك هي بتقولي مهما عملت فيا هتفضل امي، رغم ان انت قلت لها انت مش بنتي. قالت لك انت امي لاخر العمر، رغم ان انت قلت لها انت مش بنتي لاخر العمر. ليه بتفكري كده؟ محدش هينفعها غير بنتك. لو مسنوده دلوقتي على مراتات ولادك الصبيان، فغمضة عين ممكن تلاقيهم لان هم اكيد شايفين معاملتك ليها، وده هيخليهم يخافوا منك 1000 مرة. كل واحدة هتقول اذا كان ما بتتقيش ربنا في بنتها هتتقي ربنا فيا، ويوم ما هتضعفي وهتحتاجي لحد مش هتلاقي حد خالص جنبك. لكن انا عايزاكي تبقي قوية وتكملي مع جوزك الجدع الراجل الشهم اللي على راسي من غير ما اشوفه. كفايه انه بيعينك على الدنيا، وكفايه انه بيساعدك انك تبر اهلك. ربنا يجعلك فيه كل الخير، واي حاجه نقصت في حته تتعوض فيه، ويبقى هو اللي كويس في كل حاجه معاكي، وما تحتاجيش تشتكي منه لحد، ويكون هو السند والظهر والداعم والاخ والصاحب وكل حاجه بإذن الله. أهم حاجة بيتك، حافظي على بيتك وحافظي على ابنك وعيشي حياة سعيدة. ولو فضلوا زي ما هم على نفس الجفاء خلاص
استعوضي ربنا فيهم، وقولي يا رب استعوضتك ربنا في أهلي، أنا عملت اللي عليا يا رب وما قصرتش. وانت معلكيش غير إن لو عرفتي إن مامتك محتاجاكي في أي وقت عشان ربنا وعشان ربنا أمرنا بده، تروحي وتشوفيها محتاجة إيه. انت حاولتي كتير، ولو استمروا في جفائهم وقسوتهم عليكي يبقى الموضوع انتهى، وعلاقتك بيهم يبقى يدوب على الحياد زي ما بيقولوا، عشان خاطر انت عملتي اللي عليكي. ولو بتدي اي حاجه لاخواتك الصبيان يا ريت ده يتمنع تماما، طالما هم ما بيبادلوكيش نفس الشعور، ومفيش حد فيهم عارفك غير عشان المصلحه. انتبهي لنفسك وانتبهي لبيتك وانتبهي لجوزك، طالما هم ما بيتقوش ربنا. ولعل وعسى يكونوا سمعوني النهارده ومعاملتهم تختلف معاكي ويتقوا ربنا ويفوقوا، لان هم على عينيهم غشاوه فاغشيناهم فهم لا يبصرون. يا رب النهارده الغشاوه تتشال من على القلوب ومن على العيون، من على القلوب الاول، لان الغشاوه اللي بقت على القلب خلته يصدي، ما بقيناش عارفين مين حبيبنا ومين اللي المفروض نوده ومين المفروض نبره. ولادكوا دول نعمه كبيره بس انتوا مش واخدين بالكم. لما واحده بتتصل تقول لي امي بتعاملني وحش، الكلمه نفسها غريبه على ودني. يعني ايه امي بتعاملني وحش؟ يعني ايه ام تعامل بنتها وحش او بنت تعامل امها وحش؟ ازاي دي علامات من علامات القيامه؟ دي العلاقه الوحيده اللي كانت بالفطره، العلاقه الصادقه اللي الحيوانات اللي ربنا جردهم من العقل الغريزه عندهم غالبه، وبيحتضنوا القطه بتنط ب7 حيطان بولادها عشان تحميهم. ونسمع ان ام رمت عيالها وام استغنت عنهم وام بتعملها وحش وتقول لها انت مش بنتي لاخر العمر. مش فاهمه ازاي نسيتي 9 شهور كانت في بطنك وجواكي وفي دمك، نسيتيهم وما بقتش بنتك، وما بقيتيش تروحي تسألي عليها ولا توديها ولا تعرفي عنها حاجة. وحتى لو عندك أسبابك، وحتى لو جوزها انت شايفة ان ازاي شاركت جوزها في شقة، وممكن تكون دي أسبابك اللي انت باني عليها كرهك لبنتك، تفتكر دي أسباب؟ تفتكري في حاجة في الدنيا أهم من بنتك؟ ايه الأسباب اللي ممكن تخليكي تكرهي بنتك؟ فلوس؟ تغور أي حاجة في الدنيا. كفاية ان بنتك عايزة تودك وبتقول لو عملتني كويس هشيلها من على الأرض شيل. ربنا يا رب يبارك لك ويجعل ابنك بار بيكي زي ما انتي عايزة تبقي بره بأمك، وان شاء الله تطمنين عليكي، وربنا يسعدك ويعوضك خير ويجعل جوزك حنين عليكي طول العمر وما تحتاجيش تشتكي أبدا منه لحد. خلوني أطلع فاصل وارجع تاني.